كولر امبارح امام الاتحاد صنع 26 فرصة للنادي الاهلي، منهم 11 داخل الصندوق واربعة داخل الستة ياردة. ده رقم كبير جدا، كان ينقصه بس رأس الحربة اللي هو وسام ابو علي، وغياب وسام ابو علي المؤثر جدا، ووجود كهربا اللي شطب بالمعنى الحرفي. عايز اتكلم كمان ان دايما لعيبه النادي الاهلي بتغزل كولر في اوقات كتير، بالذات ان كولر بيصنع لكم هجمات كتير وانتم ما بتحرزوش الاهداف دي، ودي نقطه لازم نقف عندها كتير جدا. دايما في مباريات كده لازم تخلص المباراه من اول المباراه، يعني انت جات لك الفرصه لازم تخلصها. يعني انت فاكرين مباراه العين ومباراه الزمالك ومباراه اي مباراه كبيره لازم تخلص المباراه من اولها. لو انت ما حرزتش هدف في اول المباراه بتصعب عليك المباراه. فاحنا عايزين نتكلم بقى شوية عن النادي الأهلي وعن شكل النادي الأهلي في لقطة دلوقتي بتوضح كل اللي أنا عايز أقوله، بتوضح الشكل بتاع النادي الأهلي، لأن كولر بيلعب على الضغط العكسي واللعب المباشر على المرمى. الضغط العكسي اللي بيعمله كولر بيغلط اللعيبة أو يغلط الخصم في أول المباراة من كل مباراة بيلعبها. وانت لو لاحظت كل مباراة بيلعبها كولر فعلا بيغلط الخصم وبيقدر يحرز هدف بقاله أكتر من مرة، وكان من ضمنهم مباراة سيراميكا سواء في كاس السوبر او في الدوري. عايز اتكلم عن اللقطه دي بالذات لان اللقطه دي بتوضح حاجات كتير جدا. في الموقف ده قدر النادي الاهلي ان هو يعمل ضغط عكسي، وكان في تفوق كبير جدا، تفوق عددي، كان 5-2، وقدروا يقطعوا الكوره. وفي اللحظه دي طاهر راح بالشكل ده وسدد بالشكل ده. كان هنا خطأ كبير جدا، مش هقول لك اناني، بس كان قدامك حلول كتير. كان قدامك كهربا، وكان قدامك ان انت ما تفتحش تروح ناحيه اليمين عشان تسيب زميلك ان هو يتحرك في ناحيه اليمين عشان تديها له باص، وكان قدامك حل ثالث ان انت تسدد تسديده كويسه بس انت ما سددتش. اهم حاجه ان انت كلاعب كوره لازم تكون بتركز كويس جدا في الفرص اللي بتجيلك، وما تعتمدش على نفسك. ممكن الهجوم بيحتاج شويه ان انت تكون اناني، بس في وقت معين ما ينفعش ان انت تكون اناني وانت معاك 2-3 فاضيين ورايح 5-2 وتسدد بالشكل ده. حتى التسديده كان شكلها وحش جدا، كان ممكن تحط جون في اول دقيقه او اول دقيقتين في المباراه، وكانت في الدقيقه الثانيه كمان. فانا عايز اقول لك ان انت لو حطيت في الدقيقه الثانيه كان الماتش كله اتفتح قدامك. النادي الاهلي امبارح لما امام ضيع ضربه الجزاء وبعد كده سددوا كوره، او حسين الشحات تقريبا سدد كوره والمهدي سليمان صدها، عرفت ان المباراه صعبت جدا. انما انت لما بتحرز هدف من الاول فالمباراه بتسهل عليك. تفصيله بسيطه بتفرق كتير جدا في المباريات دي، بس اوقات بتركبك بالمعنى الحرفي وبالمعنى الكروي على الخصم اللي قدامك. انت احرزت هدف في اول دقيقتين فبتركبك على الماتش كله، وبتقدر ان انت تستحوذ، وانت فعلا كنت بتستحوذ امبارح. بس كان في عشوائيه اكتر قدام المرمى، الراجل بيوصلك للمرمى كويس جدا وبيقول لك احرز اهداف وانت بتضيع. ودي نقط بسيطه بتفرق كتير جدا في المباريات دي. لو قدرت ان انت تحرز هدف في اول دقيقتين ثلاثه او اول 10 دقائق بيفرق كتير جدا، وتفصيلات بسيطه ممكن تحرز منها اهداف. مش عايزين لعيبه النادي الاهلي ان كل واحد عايز يروح ياخد اللقطه، لان الحاجات دي بالذات لما ظهرت السوشيال ميديا عادت موجوده كتير جدا. وقت من الاوقات ايوه ممكن تكون اناني ولازم تكون اناني، بس في وقت من الاوقات لما تروح 5-2 صعب ان انت تكون اناني، وما ينفعش ان انت تكون اناني وتروح بالشكل ده وتسدد التسديده اللي شكلها وحش قوي دي وتطلع بره المرمى. اهم حاجه، مش عايز اطول على حضراتكم، كان معاكم محمود الجندي، ما تنساش اللايك والمتابعه.